السلام عليكم. آه ليه مش بنبدأ؟ وبصراحة الإجابة على السؤال ده يعني هي صعبة أوي. يعني مثلا كتير مننا مثلا بيحس إن في جزء من حياته لسه ما جاش، أو يحس إن حياته دي كلها ممهدات للحظة أو الجزء اللي جاي ده. والفكرة إن أنت يعني حاجات كتير أوي تبقى عايز تبدأ فيها، مثلا عايز تبدأ مشروع، تبدأ لغة، حاجات كتير أوي، في حاجات كتير الناس تبدأ فيها. بس الفكرة إنك أنت مش عارف تبدأ. والسبب انك مش عارف تبدا ليه، اصلا مفيش حاجه منعاك. يعني مثلا انت ممكن تكون مفيش حاجه فعلا ملموسه كده منعاك انك تبدا حاجه زي كده. الصراحه انا كنت عايز، حتى لما جيت اصور الفيديو ده كنتش ناوي ابدا اصلا تصوير الفيديو ده. انا كنت ابدا اتكلم عن الطب بشكل عام، لان في طب وبعدين هنعرف تفاصيل الفيديو كلها بعدين. بس كنت عايز ابدا الفيديو بان احنا نتكلم عن الطب وكده. بس لما جيت اصور الفيديو ده لقيت فيه يعني عارف اللي هو لما بصور كده حاجه كتير قوي من عيني من جوه ومش عارف السبب. فقلت صراحة احنا لازم يعني يكون أول فيديو ليا إن أنا أتكلم على الموضوع اللي منعني أصلا إن أنا أبدأ في حاجة زي كده. وقعدت صراحة أدور عليها بشكل نوعا ما علمي وبسيط، بس في نفس الوقت يعني في بعض من إيه، من الحاجات اللي أنا واجهتها. يعني مثلا من الحاجات اللي كنت بحس بيها مثلا إنك أنت خايف أو خوف. خايف مثلا من إنك تفشل، خايف من تريقة الناس، يعني تلاقي ناس تتريق عليك ومثلا ده ياخدك تنمر أو يطلعك على المسرح كده وسط أصحابك. وبرضه في حاجة دايما كنت بقولها لنفسي كده، اللي هو حاسس إني مش معايا كل الأدوات اللي لازمة للتصوير، أو نوعا ما لما أجي أصور مش هطلع بكواليتي عالية، أو كانت معاك بتقع بس، أو كذا أو كذا أو كذا. يعني إحساس المثالية. الفكرة إن المثالية ديت ممكن تكون عائق عن كل حاجة كويسة. يعني مثلا أتذكر من الحاجات اللي كنت سمعتها لأحمد أبو زيد يعني في دروس أونلاين، صراحة ده يعني من أول الناس اللي سمعتها على اليوتيوب. يعني هو كان أول حد سمعته على اليوتيوب، بس يعني خلينا ما نطلعش بره موضوعنا. كان بيتكلم عن موضوع إن هو بيحاول يوصل لتصوير أو جودة تصوير 4K. فالآخر بعد ما اشترى كل المعدات وبدأ يصور بالجودة ديت، قال حتة إنك أنت تعمل حاجة كويسة احسن بكتير ما تعمل حاجه بيرفكت. ان قصاد الحاجه البيرفكت واحده اللي هتعملها هتعمل كده حاجه كويسه. وهي دي الفكره، انك انت ما تبذلش او تبدا بشكل مثالي في الحاجه ديت. طيب، تالت حاجه بصراحه برضو كنت احسها احساس التوهان. يعني مثلا انا مش عارف ابدا منين، او ابدا ازاي بالظبط، او يعني مش لاقي حاجه واضحه ابدا بيها، متوه نفسي وسط حاجات كتير قوي. ودي من الحاجات اللي انت ممكن تواجهها كتير. فممكن نقول نوع ما الحاجات اللي احنا معظمنا بنواجهها: الخوف، المثاليه، وانك مش عارف تبدا منين. وصراحه ديت معظم الحاجات اللي قابلتني على المستوى الشخصي، ولما قعدت ادور لقيت ان فعلا دي معظم تكون الاسباب الحقيقيه. طيب، جيت ادور ليه عن حل. والصراحه يعني هو مش حل موضوعي على قد ولا حل علمي، على قد ما هو حل تجريبي، واكتشفت انه برضه هو حل علمي. الفكره انك لما تيجي تبدا في الحاجه لازم تاخد خطوه صغيره. يعني مثلا ايه؟ انا مثلا دلوقتي شخص عايز مثلا اتعلم قراءه مثلا، ما اروحش اشتري 50 60 70 كتاب تمام وانا هقرا الكتب دي كلها السنه دي مثلا، لا غلط. خليك مثلا كل يوم انا هقرا لمده 5 دقايق بس. وهنا بنيجي من حته ان احنا عايزين نكسر الخطوه الاولى، لان هي اصعب خطوه في اي حاجه هي الخطوه الاولى. فالفكره انك انت تاخد خطوات صغيره، خد خطوه صغيره تمام، بس خد خطوه. يعني الفكره ان هو خد خطوه بس، حتى لو كانت خطوه صغيره انك تصغر الخطوه، ده بيقلل حته المقاومه بتاعتك انك تبدا الحاجه ديت. فنوعا ما حاول على قد ما تقدر انك تقلل مقاومتك تمام للحاجه اللي انت عايز تبداها دي، سواء كانت لغه، سواء كانت دراسه، سواء كان مشروع، بانك تاخد خطوه صغيره ناحيتها. تاني حاجه ان محدش فينا مثالي. ما فيش حد فينا، محدش فينا مثلا بيبدا مشروع يبقى نجيب صوره ستاديو، او حد فينا مثلا يبدا يوتيوب فيبقى عنده مليون فولو. لا، محدش فينا يبدا مثالي، كله يبدا صغير. فطبيعي انك تكون يعني شخص مش مثالي، او انك ما تظهرش باحسن شكل، او انك تنجح من اول مره. الفشل هو جزء من النجاح اساسا. انك تفشل
وما تحققش اللي انت عايزه جزء من النجاح. انك ما تكونش شخص مثالي جزء من النجاح. تمام. يعني الاستمراريه وانك تكون ماشي على سياق بشكل كويس احسن بكتير من انك تكون ماشي بشكل بيرفكت. انك انت بتصعبها على نفسك، يعني انت اصلا ما انتش عارف تبدا، فبتصعبها على نفسك ليه؟ اللي هو يعني بص، واحده واحده امشي بشكل او خد خطوات بسيطه ناحيه اللي انت عايزه. آه انت مش مثالي، فطبيعي انك ما تكونش بادئ بالحاجه بيرفكت. وحته الخوف ديت طبيعيه. ما هو الفكره انك المحرك الاساسي اصلا لمعظمنا هو بيبقى الخوف. فانك تكون خايف هي حاجه حلوه، في نفس الوقت هي حاجه وحشه لو هي تمنعك. عارف مثلا ممكن نقول وصف زي مثلا ليله الامتحان كده، انك انت خايف بس هتذاكر عشان تحرك بكره، بس ممكن بقى قبلها تقعد يعني تخش دايره من التسويف كتير قوي انك تذاكر عشان انت خايف من الامتحان فانت ما بتذاكرش اساسا. فالفكره الخوف حلو ومهم جدا بس بمقدار معين. فممكن نوضح شويه نقول انك خد خطوات بسيطه. بلاش تتعب نفسك، بلاش تاخد خطوات كبيره، ما تبداش بشكل مثالي عادي. وحاجه مهمه قوي صراحه، وانا على المستوى الشخصي بلاقي حاجه مهمه، انك تحوط ناس او تحوط نفسك بناس يعني بيشجعوك. طبيعي ان هيكون في ناس اكيد بيتريقوا عنك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الناس ما اجتمعتش عليه، فمفيش حد هيجتمع عليك انك بيرفكت. احنا كلنا محدش فينا، او مستحيل حد فينا الناس كلها تجتمع عنه، يعني تجتمع عليه او تقول ان هو صعب قوي، صعب قوي مهما كنت مين، مهما كنت مين. طبيعي هتلاقي الناس كذا، فما تهتمش. اصل ده الطبيعي، ده الطبيعي في الناس ان هي بتحكم عليك ولا يفقهوا عنك اي شيء. فحاول نفسك بدايه من الصحاب او من الناس اللي هيشجعوك، ودي حاجه مهمه قوي. صدقني من الحاجات اللي هتساعدك وهتقلل المقاومه بتاعتك لحاجه زي ديت. وحاجه دي صراحه هي مش حاجه علميه يعني في وسط حاجات بتدور عنها، بس حاجه على المستوى الشخصي. كل واحد فينا ساعات بيجيله لحظه او شعور كده ان هو يبدا. قوم في اللحظه ديت، قوم خد خطوه ولو حتى خطوه صغيره. الخطوه الصغيره دي اللي هتاخدها ديت هتقلل مقاومتك للموضوع بعدين. يعني مثلا انت عندك دلوقتي معضله كبيره قوي، تمام؟ تاخد خطوه صغيره احسن ما تاخدش ولا خطوه. يعني خد خطوه صغيره ليها، فلما يجي لك شعور التشجيع ده اللي هو انا عايز ابدا، لا ما تستغله. زي مثلا كان من حاجات لو هنتكلم مثلا ناخد كمثال في الدين وكده، كل واحد فينا ساعات بيجي له الشعور ان هو يعني عايز يتوب او مثلا عايز يعتدل. لما يجي لك الشعور ده فديت هبه من ربنا ليك او رحمه من ربنا ليك، فاستغلها. توب، ارجع، كذا. فاي شعور يجي لك ناحيه الخطوه اللي انت عايزها او خطوه انك عايز تكون شخص احسن، قوم خد ولو خطوه صغيره، بس ما تضيعش الشعور ده على الفاضي. والحل صراحه في انك تبدا الحاجه اللي انت عايزها انك تبدا. ما فيش حل غير انك انت تبدا. بس زي ما قلت لك انك انت خد خطوه صغيره. حدش فينا مثالي، ما تحاولش تكون شخص مثالي. فكك من كلام الناس لان كلام الناس مش هيفرق معاك في حاجه. وانك تاخد الخطوه او تاخد الخطوه وقت ما تحس بالشعور اللي بيجي لك ده اللي هو لا لازم تاخد خطوه دلوقتي. صدقني والله هتفرق معاك على المستوى الشخصي. يعني انا كان نفسي ابدا اصور فيديوهات يوتيوب من 5 6 7 سنين، واكتر حاجه كانت موقفاني حاجتين: الخوف والمثاليه. دايما كنت مأجل كل السنين دي كلها عشان ابدا بشكل مثالي. وطبعا الحاجات دي كلها بجد يعني برضه كانت نفس الامكانيات الموجوده ال5 سنين، هي نفس الامكانيات الموجوده دلوقتي، ما فرقتش حاجه. تمام. فلازما تاخد خطوه صغيره ناحيه اللي انت عايزه، على راي الدحيح فعلا اللي هو اصل انت الوقت مناسب عمره ما يجي. الوقت مناسب انك تاخد الحاجه او تاخد الاكشن ناحيه الجزء اللي انت عايزه عمره ما هيجي. لان الحقيقه اللي بيحدد الوقت المثالي او الوقت المثالي بتاعك هو انت. ان هو اصلا ممكن يجي وقت المثالي اللي انت بتفكر فيه ده بس ما تاخدش بالك. فالحل انك فعلا تبدا. اصل اللي هو يعني ايه، بص اللي هو يعني انت مهما حاولت مفيش حاجه اسمها وقت مثالي، وفي حاجه اسمها انا بدات او ما بداتش. الصراحه يعني دي تجربه شخصيه واجهتني وانا باجي اصور اول فيديو ليا، لان دي اول او كانت اصعب خطوه بالنسبه لي. واظن لو الفيديو ده نزل يعني وما فضلتش في هذه الدايره، ان حتى وانا عارف المعلومات ديت كان الموضوع صعب بالنسبه لي ان انزل فيديو او اني اكمله او اني امنتجه. كان بجد صعب بالنسبه لي جدا بدرجه انا مش متخيلها. بس اظن ان شاء الله يعني بعد ما مثلا انزل الفيديو ده الخطوه اللي بعد كده او ننزل فيديو تاني بعده مش هتكون بالصعوبه اللي انا مواجهها دلوقتي. وهي دي الفكره، انك اصعب خطوه في اي حاجه هي الخطوه الاولى. لو انت كسرت الخطوه الاولى فعلا
ساعتها هتعرف تمشي على طول باذن الله، وكل الكرم لله. فطبعا ما تنساش تستعين بربنا وانت بتبدا حاجه دي كلها، لان يعني كل حاجه بتمشي بامر الله. وممكن نكون اسباب لبعض، يعني ممكن يكون مثلا الفيديو ده انا مش عامله ليا ولا حاجه، او انا مش مستني مشاهدات مثلا الفيديو ده، بس ممكن يكون الفيديو ده يعني رساله ليك انك تبدا، او اشاره ليك من ربنا انك تبدا. احنا كلنا اسباب لبعض، يعني محدش فينا ليه فضل على التاني، ما كلنا اتخلقنا على الارض ديت كلنا موجودين اسباب لبعض. كل واحد فينا موجود عشان يؤدي مهمه معينه ليه ولشخص تاني. ودي الحاجه اللي انا يعني ده المبدا اللي انا عايش بيه، ان احنا كلنا مخلوقين اسباب لبعض. فيمكن يكون الفيديو ده سبب ليك انك تبدا. ايه المشكله؟ وتوكل على الله بس. متنساش تصلي على النبي، وان شاء الله تشوفوا فيديوهات تانية وان شاء الله الفيديو ده ينزل يعني. السلام عليكم.